معامل ثاني قبل 4 أيام باكو، ولكن هي كرة القدم أرادت أن تسعد الزملكاوية في واحد من أجمل الدوريات. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كده بقى نهندس ونهندم ونفرح عشان الحمد لله ربنا كرمنا بأحلى دوري وأصعب دوري في أصعب ظروف على مر تاريخ أي فريق في العالم. أنا جيت النهاردة عشان أبعد عن أي حتة. بصوا جايين أتفرج فين؟ في الأدغال. بص 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 عشان ارتاح من القرود اللي بيتنططوا في كل مكان، وما عرفتش اتفرج في البيت لوحدي بصراحه. الواحد كانت اعصابه مضغوطه قوي 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 قوي. مبروك، الف مبروك يا رجاله، الف مليون مبروك. الحمد لله ربنا كرمنا ونصفنا عشان عملنا موسم فيه رجوله الى حد ما كبير. اي نعم، في اوقات كتيره كان فيها تقصير، لكن الحمد لله احنا بقى لا هنقيم فنيا ولا هنتكلم في الكلام ده كله. ولا النهارده يوم فرحه، يوم فرحه بفرقه اعجازيه. مفيش فريق في العالم بيتعرض للظروف دي ومش ياخد البطولة وينافس أصلا. بس أنا بقى بفتكر كلام إيه الأراجوزات في أول الموسم. الأراجوزات وبكررها، الأراجوزات اللي يقول لك أنت بتفكر في إيه، بس ركز في التالت عشان تبقى بتفكر على قد إمكانياتك. يا أراجوز إيه، الزمالك بطل الدوري يا أراجوز، يا بتاع الجيوب الأنفية يا فاشل، يا أبو ليا إيه، الزمالك بطل الدوري يا فاشل. ها يا هبة أخبارك إيه يا بوبا، يا نسر يلا هتدوس على الاخضر واليابس. ايه فين انتوا؟ ايه طبعا دلوقتي حاطين دماغكم في وسط رجليكم زي القرود. واستغفر الله العظيم يا رب، زهقتونا، كرهتونا في نفسينا، اخرب بيوتكم من كل الله بعده. مبروك يا زملكاويه، الحمد لله. مش هتوجه بالشكر لحد معين، لكن هضرب مليون تعظيم سلام لجمهور نادي الزمالك. والله العظيم انتوا ناس فوق الوصف، لو المصريين كلها او انتوا كمان، لو احنا بروحنا دي في الحياة في مصر، لمصر تبقى اعظم دولة في العالم. اقسم بالله انتوا مش طبيعيين، انتوا ناس مش طبيعية، انتوا ناس جميلة قوي بزيادة، ناس مخلصة ومنتمية بزيادة. يا محمد يا صبري الله يرحمك يا حبيبي، الف مبروك. يا حاج شحاتة، يا ابو محمد يا شحاتة، الف مبروك. يا هاني يا شاكر، الف مبروك. يا كل زملكاوي وزملكاوية، الف مبروك. الحمد لله أصعب دوري وأحلى ده أحلى من دوري سيد عبد النعيم. يعني ده أحلى من دوري سيد عبد النعيم. دوري سيد عبد النعيم كنا أقوياء قوي، لكن دلوقتي معلش مع احترامي كل اللعيبة اللي في الملعب، مين دول؟ مين اللعيبة اللي في الملعب؟ مين؟ لسه بيقولوا يا هادي هيبقوا إن شاء الله، هيبقوا لما يتدعموا وينضجوا كده ويقفوا على رجليهم هيبقوا جامدين قوي، ماشي؟ لكن هم جم من الدار للنار. ناس لسه بتقول يا هادي الاسامي بتتعرف. يعني انا متهيألي لغايه دلوقتي في لعيبه من على الدكه انا مش فاكر ده مين ولا مين، يعني هو ده الفرنسي ولا ده انس ولا ده مين مش عارف، واخدوا الدوري. تعالى بقى بص، مش هقول مثلا الفريق التاني اللي ما يسماش، لا تعالى بص مثلا على بيراميدز مثلا، انت تحتار تلاعب مين ولا مين؟ التانيين تل ابيب، يا نهار اسود. انت بتطلع تريزيجيه، بتنزل بن شرقي، بتطلع طاهر محمد طاهر، تنزل الشحات، ميزو بالونه يا عيني برضو موجود، فاهم؟ مروان عطيه. فرقه يابا. يا عيني هيلعبوا في الكونفدراليه مع الوز والبط وكل الطيور. يلا الله معاهم، ربنا يتولاهم. وعلى راي واحد انا بحبه والله بحب اتابعه، نتمنى لكم السيء فالاسوأ ثم الاسوأ. الف مبروك يا رجاله، الف مبروك. بس انا ما شفتش بصراحه جمهور الا المحترمين اللي انا بحبهم، يعني ودول قليلين قوي، يعني بيغل زي ده. والله الماتش خلص جايبين بالحاج قال بيبص بعينه لعواد يقول له انا هشوطها فين. انتوا الله يتولاكوا والله. عباسيه واحد والله. يلا مش هنكتر كتير. مبروك يا رجاله، وروحوا واحتفلوا وهيصوا وزيطوا وحفلوا عليهم. حقكم والله، حقكم. صوابع رجليكم مش صوابع ايديكم في عينين التخين، انتوا ابطال. يلا الف مبروك. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. رقصت لكم رقصه اصحاب الارض على فكره زي ما وعدتكم. يلا سلام عليكم، كل سنه وانتم طيبين، لمصر كلها، لكل العالم الاسلامي، كل سنه وانتم طيبين.